هيدا الموقف للسيد مقتدى عم يدعي فيه الشباب لتهدئة النفوس. الفنانة إليسا اجت لبغداد ورح تقول بنزين ونفط ورح فيه مفتاح لهذه الأزمة. فبعد سؤال من أحد المتابعين العراقيين عن مقدار مهرها مقابل البنزين ردت عليه كما شاهدنا بإجابة أثلجت قلوب الشباب في منصات التواصل الاجتماعي وحفزتهم ليخطوا هكذا خطوة ويجهزوا أنفسهم للزواج من الفتيات اللبنانيات الجميلات على حد وصفها، لكن مقابل أن يجلب. يا متابعين الحلوين احذروا انا وين وين موجودة وين انا موجودة احذروا وين ما ندري اي بلد ما ندري. انا بكربلاء المقدسة. وينكن انتو؟ ما شفت حدا منكم، ما عزمتوني ليش؟ مين اللي بده يعزمني؟ يلا مين بده يجي يشوفني هون بكربلاء؟ تعالوا. واكيد ليقلي الحجاب صح؟ ليكو شو عم باكل، اكيد هذا الاكل كثير بنصح. ليكو شو عم باكل، عند مين عم باكل انا؟ صار لازم تحذروا هلا وين انا وعند مين عم باكل. شفتوا انا وين؟